تعالوا نعمل الشربات بطريقة سهلة وناجحة وطريقة مظبوطة. المقدار ده مظبوط قوي قوي، هتعتمديه. لو اول مرة تعملي الشربات في حياتك هيطلع ناجح ومظبوط، تقيل زي عسل، زي العسل النحل، صافي كده زي ما انتوا شايفين. اللون صافي وجميل جدا جدا، مفهوش اي حاجة، ولا هيبقى فيه حبيبات، ولا هيبقى فيه التسكيرة الجامدة قوي دي. هنعالج على قد ما نقدر كل مشاكل اللي بتقابلنا للشربات. وازاي نعمل كمية ونحفظها هنشوف كل ده على مدار الفيديو. حطي لي لايك للفيديو واشتراك في قناة ابداعات منى. معايا 4 كوبايات من السكر، حطيت عليهم 4 كوبايات مية سخنة، ما تحطيش مية باردة وهتفرق معاكي. جربي الطريقة دي وهتفرق معاكي جدا. انا بحضر كل ده بعيدا عن البوتاجاز، انا لسه على الرخامة. ما تشغليش النار دلوقتي خالص، احنا هنظبط وقت معين للشربات وهيطلع معاكي ناجح قوي قوي ومش مسكر. ليه حطينا مية سخنة؟ عشان خاطر تدوب معانا السكر بسرعة وما يغلاش كتير على البوتاجاز. بعد ما تنزلي بالمية السخنة هاتي معلقة تكون خشب وقلبي السكر، دوبيه تماما تماما. الخطوة دي مش هتكمل معاكي تقريبا دقيقة، بس طبعا هتفرق معاكي قوي. هتفرق في وقت الشربات على البوتاجاز، وهتفرق ان الشربات ما يطلعش في حبيبات سكر معايا بعد كده. مجرد ما السكر بيبرد بتلاقيه قلب، مجرد ما الشربات بيبرد بتلاقيه قلب لحبيبات بعد كده. الطريقة دي هتفرق معاكي جدا. معلقة خشب وقلبي كويس قوي. بعد كده اغسلي ليمونة كويس قوي وهاتيها قطعيها وعصريها وحطيها بقشرها. قشر الليمونة فيه فايدة اعلى من عصير الليمون نفسه، فانا بحب على طول اشتغل بقشر الليمونة في الشربات بالذات. قلبي كده. اول ما السكر يدوب تماما تماما هتشوفي اللون بقى الجميل من قبل ما الشربات يغلي كمان. شايفين اللون بقى صافي وجميل ازاي؟ انزلي بالليمونة زي ما احنا شايفين، امشي على الخطوات دي وبإذن الله هيفرق معاكي جدا. طب لو عايزة تعرفي الشربات استوى معاكي كده ولا لسه، جهز ولا لسه، هاتي كده معلقة من الشربات حطيها على الرخامة واعملي بإيدك كده من النص. لو الشربات رجع على بعضه كده بسرعة يبقى لسه هيحتاج دقيقتين كمان على البوتاجاز. لو سيبت مكانه بقى كويس كده تمام، ما تسقط فورا، لانه لو سبتيه دقيقة كمان هيتقل. شايفين؟ 15 دقيقة بالظبط. اظبطي الساعة وما تتهونيش، اظبطي الساعة كده على التليفون. هيطلع معاكي الشربات ناجح جدا مش مسكر. بنحاول نخلي الحاجة تكون مظبوطة على قد ما نقدر. حطي معلقة خشب وطول ما هو على البوتاجاز ما تقلبيش وما تعمليش اي حاجة طول ما هو على البوتاجاز. حتى لو انتي عارفة طريقة شربات معتمداها كويس وعجباكي، طيب انا بقولك جربي الطريقة دي هتفرق معاكي جدا. كل سنة بنتعلم ولازم نضيف للحاجات اللي احنا متعلمينها خطوات جديدة هتفرق معانا جدا. جربي الطريقة دي هتعجبك قوي قوي قوي. انا صفيت الشربات عشان خاطر الليمون. لو في اي حاجة انا عايزة اللون يكون صافي معايا قوي ويكون زي ما انتوا شايفين كده، مش هتعرفي تفرقيه عن العسل النحل. المقدار ده مظبوط قوي قوي. انا بقولك جربي كوباية سكر عليها كوباية مية واختبري الشربات. عجبك ضعف الكمية واعملي لك كمية خليها عندك كده على الرخامة. احفظيها، هنحفظها مع بعض دلوقتي. فعلا لما بيكون جاهز الشربات معانا بيسهل عليكي ان انت تقومي تقدري تعملي اي حاجة بسرعة. الشربات ده ما ينفعش للبسبوسة، ينفع للكنافة، للجلاش، للبلح الشام، للزلابية، ينفع لحاجات كتيرة قوي ما عدا البسبوسة. انا عملت بيه كنافة، انا عملته وعملت بيه كنافة، بس حطيته على الكنافة وهو يعني بعد ما قبل ما يبرد قوي وهو دافي شوية، يعني ولا سخن قوي ولا بارد قوي، وسط. لان الكنافه طبعا بتنشف معانا لو اشتغلتي وهو بارد قوي، فطبعا الكنافه بتنشف. لا، حطيه دافي والكنافه تكون سخنه لسه طالعه من الفرن، او سيبيها تهدى سنه بسيطه قوي. وبعد كده لو عايزاها طريه، وبعد كده حطيها وغطيها هتطلع معاكي طريه وجميله. هنحفظ بقى الشربات ازاي. هاتي كده بطرمان عادي خالص، اي بطرمان عندنا بس يكون ازاز. اغسليه كويس ونشفيه كويس قوي قوي. مهم ما يجيش للشربات اللي احنا هنركنه اي نوع ميه، نقطة ميه حتى، لا هتبوظه وهتضيع كل اللي احنا بنعمله. نشفي الحاجة كويس قوي واقفليه، والغطا يكون ناشف برضو
واقفليه كويس وشيليه. دي طريقة ناجحة جدا لشيل